عايز تعرف ببساطة تفرق بين أدوات الذكاء الصناعي؟ خليك معايا لآخر الفيديو وانت هتعرف ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم. زي ما قلنا آخر فيديو إن أدوات الذكاء الصناعي وصلت ل 14200 في 2026 واحنا لسه في نص السنة، مش عارفين آخر 26 أو أول 27 هيوصلوا كام. طيب ازاي نفرق بين أدوات الذكاء الصناعي ونعمل لها كاتيجوري؟ وده اللي احنا هنعمله مع بعض بطريقة بسيطة جدا، ان احنا هنعمل محاكاة زي الصورة اللي انا هرفعها لكم مع الفيديو بين جسم البني آدم وحواسه والذكاء الصناعي وأدواته. فهنبدأ واحدة واحدة كده. احنا هنقسمهم ل6 أجزاء. 6 أجزاء. هنبدأ بالسمع اللي هو الأذن، ودي أداة ممكن ندي مثال اللي هي 11 لاب. دي بتعمل ايه؟ بتحول التكست إلى سبيتش. طيب العينين دي تاني كاتيجوري أو تاني تصنيف اللي هو البصر. الأدوات اللي بتعمل إن أنت تشوف بيها زي الكلود والجيميناي، وبمعنى تشوف بيها إن أنت تعمل بيها ريسيرش وتدور على حاجة أنت عايز تشوفها. طيب التفكير بقى دي تالت أداة هنتكلم عليها اللي هي التفكير. ايه اللي بيفكر معانا؟ هنقول زي الشات جي بي تي والكلود والجيميناي. طيب هنتكلم عن الأطراف اللي هي رابع جزء. الأطراف نقدر نقول إن هي البرمجة اللي بنعمل بيها الريبورتس، فدي تعتبر أطراف بتحرك بيها، واللي بيعملها البلاك بوكس أو الكلاود أو الكلود كود. طيب نيجي نشوف بقى للتعبير. انت المشاعر، تشوف فيديوهات، تعمل فيديوهات، تعمل صور. دي عندك رانواي، دي أداة قوية جدا في التعبير. آخر حاجة اللي هي السادس حاجة اللي هو الخيال، اللي هو الايميجز والديزاين والصور عامة. ودي بيعملها أداة مشهورة جدا اسمها ميد جيرني. كده احنا صنفنا الأدوات. إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هنبدأ ناخد أداة ونقول الأداة إيه ونصنفها بطريقة اسمها ماب، ودي برضو أنا كاتبها لكم في الصورة اللي أنا هرفعها. عشان تعرف أكتر احضر معانا الويبينار إن شاء الله يوم الأربعاء اللي جاي، وهنتكلم بالتفصيل عن الأدوات وإزاي تخليها تشتغل مع بعض وتحقق بيها أرباح بالدولار. خليك معانا وهحط لك الرابط في الفيديو تحت الفيديو. تمام، وإن شاء الله نكون على تواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.